بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ زي ما انتم شايفين طبعا بقى هنعمل مع بعض النهارده كنافه بالمانجا. طبعا يعني مش هنعدي الموسم الا لما نعمل كنافه بالمانجا. طبعا الكنافه بالمانجا من الحلويات اللي ولادنا بيحبوها جدا كده، بيبقى طعمها تحفه يعني، وسهله كده في عمايلها يعني. بسم الله ما شاء الله، جميلة يعني. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. زي ما انتم شايفين الكنافة بتتحدث عن نفسها يعني. حتة كنافة بقى يعني، بالصلاة على النبي. هنشوف مع بعض هنعمل ايه. انا طبعا جبت حوالي، زي ما انتم شايفين بقى الاول ايه، خرطة الكنافة بقى. بصوا بسم الله ما شاء الله، عايزة بقكم بصراحة يعني. جبنا حوالي 350 جرام من الكنافة. طبعا بيتناها في الفريزر يومين او يوم، المهم انها تكون مجمده كويس. طبعا حضرنا سكينه حاميه او ساطور كده، زي ما انا كده سنه لكم الساطور كده وجايه. خلي بالكم مني بقى، شفتوا فيلم المرأة والساطور؟ المهم هنقطع الكنافه. طبعا هي تتقطع معانا سهل جدا. وطبعا هنحضر بقى ايه، طاسه كده جميله، نضيف معلقتين من الزيت. انا بحب اضيف الزيت مع الزبده عشان الزبده طبعا ما تتحرقش معانا. وحوالي 150 جرام، 200، حسب بقى ما انتوا بتحبوا الماده الدهنيه يعني. المهم انها تحمر الكنافه كويس وتبقى لونها ذهبي وكده وجميل. تمام. هبتدي طبعا اضيف الكنافه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طبعا زي ما انتم شايفين ابتدينا نقلب الكنافه بقى كده لحد ما تدينا اللون الجولدي الجميل دون. هنشوف دلوقتي مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انا عملت وصفات كتير قوي معاكم للكنافه. عملت وعملت الكشطوطه بالمانجا برضو، كانت جميله جدا على القناه. كده هنعمل الكريمه. طبعا معانا 2 باكت من الكريم شانتيه المحلى، معايا كوبايتين من الميه المثلجه. وهنبتدي طبعا ايه، هنضرب بقى بالتدريج. هننزل الاول بالكيسين، وبعدين تدريجيا كده نبتدي نضرب حسب بقى ايه ما القوام بتاعها يعني. ميه بس عليه كوبايه. تمام. بالنسبه للكريم شانتيه المحلى، طبعا نبتدي نضرب كده لما تبقى الكريمه جميله معانا. اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. خلص طبعا الضرب بتاع الكريمه. زي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله، تحفة يعني. طبعا بتبقى لها، لازم يبقى لها منقار كده عشان تعرفوا ان القوام بتاعها حلو. تمام. هنا بقى طبعا الكنافة بتاعتنا هنضيف عليها العسل. انا العسل طبعا السيرم هنكتبه في صندوق الوصف، عشان انا عملته معاكم كتير قبل كده. طبعا العسل سخن، الكنافة طبعا تكون باردة. وهنا طبعا معانا مانجا نعومي. طبعا الحلويات بتحب لا المانجا النعومي او المانجا الزبدية لما نكون هنعمل تزيين يعني. تمام. بتبقى فيها لحم كده وتبقى جميلة يعني. طبعا انا بحب برضو الزبدية، بتبقى طعمة جدا عن النعومي. النعومي كلحم ملحمة وبتبقى يعني ماسكة نفسها عن الزبدية شوية، بس الزبدية طبعا في الطعم بتبقى احلى طبعا. تمام. هنبتدي طبعا نقطعها زي ما انتم شايفين طرنشات كده. وهنبتدي طبعا ممكن ان احنا ناخد شوية منها نضربهم ونعملهم على الكريمة الكريم شانتيه. بس انا حبيت كده يبقى في تناسق في الالوان، يبقى الكريمه بيضه، الكنافه جولدي، المانجا طبعا اللون بتاعها الجميل. فحبيت يبقى في تناسق كده في الالوان، فما ضفتش المانجا على الكريمه يعني. تمام. هنبتدي طبعا حضرنا قالب او طاجن او اي حاجه متوفره عندنا. طبعا هنضيف طبقه من الكنافه، وبعدين طبقه من الكريمه، وطبقه من المانجا. انا طبعا حضرت القالب ده، انا كان نفسي اعملها في صينيه. انا فضلت قلت ايه، لا انا اعملها في القالب ده عشان ايه، يفيد معايا شويه من الكنافه اعملهم كاسات كده. بس طبعا اللي خدعت في القالب يعني طلع كبير وبلع الكنافه كلها. المهم فهنعمل كاسه واحده كده من الكنافه يعني. تمام. لو كنت اعرف كنت عملت في طاجن البيركس احسن يعني، افضل. بس انا كان نفسي اعمل في الكاسات بصراحه. طبعا هنحط بقى المانجا اول طبقه كده عشوائيه، اللي في النص المنتصف يعني. بعد كده بقى طبعا الطبقة الأخيرة
هنشكل طبعا المانجا كده بطريقة دائرية وجميلة. تمام. زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله. طبعا هنكمل بقية الكنافة. المهم بقى طبعا اخر طبقة هنضيف الكريمة، بتكون طبقة تخينة كده يعني سميكة. تمام. عن الطبقات التانية يعني حسب بقى كمية الكريمة اللي عندكم، وانتوا شاطرين بقى وظبطوا الدنيا. وهنا طبعا هبتدي اعمل برضو كاسة كده من الكنافة، بتبقى شكلها جميل، الولاد بيحبوها جدا. طبعا العين بتاكل الاول، فبيبقى شكلها حلو كده، وكل واحد ياخد الكاسة بتاعته. فطبعا بتبقى لذيذة يعني، بصراحة بفضلها عن ما احنا ناكلها خلط كده. المهم بقى فعملنا كده زي ما انتم شايفين المانجا بطريقة دائرية. هي المانجا برضو كانت استوت شوية معايا. كل ما تكون طبعا المانجا يعني متماسكة، كل ما يكون افضل طبعا. زي ما انتم شايفين. لا اله الا الله. زي ما انتم شايفين بقى لونها جميل جدا. طبعا معايا كده معلقة من السيرم. يعني ابتديت ان انا يعني ألمعها كده من فوق الوش، بحيث ان هي تبقى ليها لمعة جميلة. ممكن برضو نضيف الجيلي بتاع الالوان ده، برضو يبقى طعمه يا شكله افضل يعني. انا طبعا لمعتها بالسيرم، يعني كلها موجود بنقضي الغرض بنعمل يعني. ابتدينا نعملها زي ما انتم شايفين. بص بسم الله ما شاء الله، الكاسة جميلة جدا. بصراحة بنصحكم تعملوها في قوالب صغننة او كاسات، كل واحد ياخد الكاس بتاعه كده بتبقى افضل. وهي برضو خرط جميلة، بس كتغيير بقى وكده. حبايبي واخواتي، ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.